حدثت خيانة بول هيمن لسي ام بانك ورومان رينز، وتحالف مع سيس رولينز اللي كان طلب منه معروف، وغالبا هو ده المعروف، وبقى سيس رولينز بول هيمن جاي. وكمان بول هيمن بقى مدير اعمال جديد لسيس رولينز. خليني اجيبها لك من البداية. بول هيمن مسك الكرسي الحديدي واختار سي ام بانك ان هو يديهوله، بس طلع معاه للحلبة ولسه سي ام بانك هيرزع رومان رينز بالكرسي، قام رزعه بول هيمن بلو بلو، ضربة تحت الحزام، علشان يثبت ولاءه لرومان رينز، وقال له ده الترايبل شيف، ده زعيم القبيلة بتاعي. ادى الكرسي لرومان رينز، قال له اتفضل يا زعيم القبيله، عندك سيس رولينز، اضربه بالكرسي ورجع لنا بقى حقنا من ذا شيلد. رومان رينز قال له تعالى انت بقى كده على جنب. بول هيمن قام رازعه هو اللو بلو، عشان بول هيمن يثبت ولاءه لسيس رولينز، وبقى مدير اعماله وساعده في المكسب بفينش الستامب وضرب الكرسي على ظهر رومان رينز. فاز سيس رولينز.